مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وكيفية جديدة. اليوم اخترت لك كيفية حلوة اللي ممكن تقدميها في السهرة. اليوم حبيت نذكرك بواحد المقروط كان يندار زمان وصافي لونطون باش حتى واحد دارو، اللي هو مقروط الفرينة. اذا باش نحضروا هذا المقروط بيان سور مع اضافات اللي زدتهم انا من عندي باش هذا كيجيك بنين اكثر. اذا باش نحضروا هذا المقروط هو عنده غير الشكل تاع المقروط، هو ما عندوش علاقه. اذا هنا نحتاج العجينه عفوا، ونحتاج ايضا العقده. وبيان سور هذا المقروط العقده ديالو ما تكونش باللوز، تكون بالغرس. اذا ناخذ 4 كيلات نتاع فرينه. انا خديت بهاد الكيلات. تاخدي زبده ولا 4 كيلات فرينه. هنا عندي حبه بيض، نحتاج مغرفه تاع جيجلان محمص مطحون، نحتاج شويه تاع مزهر حوالي فنجان تاع مزهر، بيان سور نحتاج الملح. هذا بالنسبه للعجينه. بالنسبه للحشو نحتاج عجين غرس، كل حلوه ما يرفدش بزاف. هنا غرس، نحتاج في هذاك الغرس شويه تاع زبده. نحتاج هنايا عندي اما ديري كاوكاو محمص هكذا ملح خشين، ولا ما حبيتيش ديري كاوكاو ديري معاه ديري جيجلان مطحون وزيدي جيجلان حب يكون محمص. عندي حبه بيض، وهنايا جيجلان باش ندير من الفوق، وعندي مبشور نتاع حبه نتاع برتقال ماشي كامله. اذا اول شيء نديروا العجينه نخليوها تريح. نحط هذيك الفرينه، نحط لها القرصه نتاع الملح، فوالا. نحط لها هذاك الإدام، وهنا عندي البيض. نوجد المزهر دابور، نحط حوالي فنجان تاع مزهر، ونخدم اولا العجينه مع الملح وهذيك الزبده. تخدميه تبسي مليح حتى تدخل كامل هذيك الزبده في الفرينه. من بعد نزيد هذيك الحبه نتاع البيض. عفوا نسيت حاجه، هنا قلنا العجينه لازم نبننوها، نواسلها شويه نتاع جيجلان محمص ومطحون. ونحط هذيك الحبه نتاع البيض، نحلها دابور هكذا، ونبدا ندخل فيها الفرينه. من بعد نواسي المزهر. انا نبدا دائما بالمزهر باش هكذاك نعرف باللي خدا الكميه اللي لازماتو باش قبل ما نزيد الماء. هاد العجينه ما يلزمش تكون طريه بزاف، وبيان سور ما تكونش يابسه. هكذا اذا العجينه نتاعي هاي ليك، لازم تكون هكذا ماشي يابسه وماشي طريه. بالنسبه للعقده، اذا هنايا عندي الغرس بيان سور مفور ومجوز في لامولينات باش هكذاك ما يبقاوش فيه كامل هذوك الحاجات اللي يابسين هذوك هكذا. اذا هذا الغرس نواسيلو شويه جيجلان محمص هكذا، نواسيلو كاوكاو هكذا خشين. هنا عندي تاع حبه تاع البيض
نواسي الزبده، شويه نتاع زبده لهذه الكميه، نواسي هكذايا، نواسي هكذا زبده هكذا. ندير مبشور برتقال يعطي بنه خاصه مع يمشي مع الكاوكاو ويمشي مع الغرس هكذا. هنايا عندي حبه نتاع البيض، ناخذ نكسرها، البياض نواسيه هنا نحتاجو من بعد، هنايا خير. والصفار نواسيه هنا باش يشد لي هذيك العقده ما تخرجليش كي نكون نقلي فيه هكذا، ونخدم العقده نتاعي. هنا كما قلت لك هاد بالنسبه اذا ما حبيتيش كامل تواسي الكاوكاو، اذا ما تقدريش هاكش حبه الكاوكاو ممكن تواسي كميه كيما الكميه نفس الكميه نتاع اللي درتها نتاع الكاوكاو تواسيها جلجلان محمص وحب، ماشي زياده على الجلجلان الملحي، تزيدي هذاك الجلجلان اللي يكون حب هكذا تكون العقده نتاعي واجده. هنا العجينه نتاعي بعد ما ارتاحت شويه دوك نحلها، ماشي مشروط نحلها في الماشينه، بصح لازم كمان نحلوها رقيقه. نحل بالك دو فاصون اسكو ندير دو بودان هكذا، يبدا يبان كمان السطح نتاع لو بلان دو طرافاي، سطح العمل يبان كمان هكذا. انا نقطع تعسي العجينه ديالك باسكو تعاود تلم، تعاودي تزيدي تحليها. انا غير باش ندير هذاك المستطيل الاولاني، هذوما خليهم هكذا بجيه، ونعاود نحل شويه. فوالا هكذا. هنا عندي هذاك الغرس هاوليك كنت حليته، حلي دي بودا ماشي كبار بزاف، نحطوه هنا صغير شويه، من بعد نلف عليه العجينه هنا. من بين المقادير نسيت ما قلتلكش العسل بيان سور، نحلو هكذا شويه باسكو ما يجيش كبير بزاف هكذا. تما هكذا لفيتو مره ونزيد له مره واحده اخرى هكذا. هنا نقطع هكذا. المهم الغرس ما يبانليش، دوكا نجبد هاد الجهه هاديه نجبدها، انا ما نزيدش لفه واحده اخرى غير هكذا باش نغطي كامل الغرس ما يبانليش. هنا ولا خفتي يتحلك ممكن تشمخي بشويه ما، بصح انا راح نحط فوقه لفو ونحط عليه هكذايا. فوالا هذا اللي نردو لتحت. هكذا تاكدي بلي هذيك العجينه راهي بيان من التحت في الوسط هكذا.
هكذا. من بعد اما تاخدي طابع صغير باش غير ترسمي هكذايا هكذا، ونقطع مقيرطات صغار هكذا. انا راني نقطع هكذا كأني ميزاني، بصح اذا حبيتيهم فريمون يجيوك قد خدي سواء طابع صغير ولا ما كاش طابع صغير، قطعي مقروطه في كرتون ووسعي عليها هكذا. دوك هاد المقروطات هادو بيان سور قبل ما نقليوهم، اما تقليهم هكذا من بعد تواسي فوقهم جلجلان، ولا تواسي لهم ان ديكور كيما اللي درتو انا زعما، ولا جاوك ضياف هكذا وحبيتي تقصيشي راسك لا يستهلوا عليهم هكذا. انا ناخذ نوري لك هنايا برك. هنا عندي عجينه نزيد نحلها شويه، ما لازمش تكون بزاف رقيقه كمان. هنا عندي طابع صغير، انت خدي اي حاجه حبيتيها، اي شكل حبيتيه هكذا. انا وسيت هاد الوريدات هادو فوالا. دوكا هنا عندي هذاك بياض البيض تاع قبيل، نشمخ جوست هنايا غير في الوسط هكذا. ناخذ وحده سقها هكذا، ما يلزمش يكونوا كبار بزاف على المقروطه، قد ما تكون على كل حال هذا المقروط ما يلزمش يكون كبير، وهذا الشكل اللي تواسيه تاني ما يلزمش يكون كبير على المقروطه. وباش نضمن اللي رايحه نحكمها مليح، ناخذ حبيبات قرنفل. اولا راح يعطيها شكل جميل، وثانيا راح يحكم لي هذه الورده مع العجينه الفوقانيه باش هكذاك ما تطيرش كي تكون تقلى. انا كنت درت حبيبات من قبل، بصح اللي درتهم من قبل كانوا اصغر هامليك، جاو صغيورين على هادو، باسكو هنا كنت درت الطابع تاع مقروطه. والبودان اذا حبيتيهم هكذا صغار ما عليك غير تصغري لو بودان وترقي العجينه اكثر. دوك الزيت هاي سخنت، نحط هادوك المقيرطات وشنو تعسيهم فوالا. هادوما اللي كنت درتهم من قبل صغيورين، هادوما اللي شويه كبار اللي درتهم معاكم. انتي شوفي الحجم اللي يساعدك. في المقادير كنت نسيت الزيت، بيان سور هاي ليك الزيت. حاجه اخرى، اذا ما حبيتيش تواسي تكسي راسك وتواسي هاد الوردات وكامل، ممكن تقليهم غير هكذاك، من بعد كي تعسليهم مباشره اغطسي هذاك السطح الفوقاني، غطسيه في الجلجلان يكون محمص. نرمي عليهم شويه الزيت هكذا. هنا ايضا نصيحه واحده اخرى، على كل حال هما ما راحش يجيو بنان كيما المقليين. اذا حبيتي ما تقليش، ممكن
تواسيهم داخل الفرن، تخليهم يطيبوا. وشنو اعطي لهم وقتهم باسكو هذيك العجينه باش طيب لك مليح. واسيهم ورقيها اكثر في الفرن ماشي كيما في الزيت. الزيت راهم داخلين داخل الزيت، تكون متاكده اللي العجينه راح تطيب. الا درتيها في الفرن حلي العجينه بزاف رقيقه. هكذا بعد بشويه نقلبها. خافيش عليهم يصالهم والو. هنايا الانكونفينيون تاع القليان سي كو يخرج لك كوميم شويه الغلز. في كل مره الا درتي كميه كبيره لازم تولي تصفي هذيك الزيت. مي بالنسبه للبنه انا نفضل اللي مقليين. عسيهم كي تقلبيهم على الوجه لازم تعسيهم. هكذا ما تحمريهمش بزاف بزاف باسكو داخل العسل راحين يزيدوا يتحمروا مباشره. حطيهم في العسل. انا المقله ديالي ما تواسيش عليها باسكو فوق لا بلاك تخطفها، ما تجي تسخن بالسيف ومن بعد كي تسخن تولي تحرق. هكذا كي تواسيها في العسل خذي بيان سور نتيا اناء شويه كبير تغطسيهم مليح وخليهم مده هكذا حتى تاكدي اللي شربوا مليح العسل. هذا خليهم يزيدوا يتحمروا شويه من على الوجه. وهادو نقلبهم داخل العسل بشويه. كيما راكي تشوفي المقيطات تاعنا راهم واجدين. قلت لك خليهم يتعسلوا مليح. هادوك اللي ما درت لهمش الوردات. شوفي نتيا الشكل اللي عجبك. على كل حال تاكدي انها كيفيه لذيذه جدا وممكن تقدميها في سهره رمضان. ما بقى لي اعزائي غير نقول لكم نلتقي في فيديو واحد اخر وفيديو واحد اخرى وكيفيه واحده اخرى. نقول لكم صحه فطوركم صحه صفركم والى اللقاء.